في نهاية كل يوم بنحس إن إحنا اليوم كان مليان وكنا مشغولين جدا. ردينا على كل الرسايل، خلصنا كل مشاورنا وطلباتنا، وتعاملنا مع مشاكل كتير. بس لما نسأل نفسنا هو أنا أنجزت إيه في اليوم ده؟ هتلاقي إن أهم الحاجات اللي أنت كنت عايز تعملها أجلتها. السؤال مش أنت مشغول ولا لأ، السؤال إن أنت مشغول فعلا بالحاجات اللي تستحق واللي ليها الأهمية. معنى إن إحنا نحط الحاجات المهمة أولوية. ستيفن كوفي بيقول إن الأشخاص الأكثر فعالية مش بس بيعرفوا يديروا وقتهم، لا دول كمان بيعرفوا يديروا أولوياتهم. لأن المشكلة مش إن اليوم قصير، المشكلة إن إحنا بندي وقتنا لحاجات كتير ما تستحقش. كل إنسان ليه نفس ال 24 ساعة هم، لكن الفرق ما بين الناجح وغيره مش عدد الساعات، بس هو بيقضي الساعات دي في ايه. وفي فرق بين الحاجة المهمة والحاجة المستعجلة. بمعنى الكاتب قسم الأعمال لأربع حاجات: حاجات مهمة ومستعجلة، حاجات محتاجة تدخل سريع زي ايه، مشكلة صحية فجأة، ميعاد معين هينتهي وقته، أزمة محتاجة ان انت تحلها دلوقتي حالا. وقال ان احنا بنعيش كتير في المربع ده لأن بعض الحاجات بنأجلها لحد ما بتبقى أزمة، فبالتالي بتبقى مستدعية ان احنا نتدخل بسرعة. وقال ان في حاجات مستعجلة بس مش مهمة: مكالمات كتير، إشعارات كتير على التليفون، طلبات الناس التانية اللي بتسرق يومك. الحاجات دي بتصرخ بصوت عالي وبتفرض نفسها، بس هي مش بتقربك من أهدافك. في حاجات مهمة بس مش مستعجلة، وده اللي الكاتب بيقول عليه الجزء الأهم، الجزء اللي بيعمل النجاح الحقيقي. انك تتعلم حاجات انت محتاج تتعلمها، الرياضة، انك تبني علاقات، تخطط لحياتك، تشتغل على احلامك بحيث ان انت تقرب منها خطوة كل يوم. الحاجات دي عشان مش مستعجلة احنا كتير بنأجلها، وبعد سنين بنكتشف ان دي كانت اهم الحاجات اللي احنا كنا المفروض نعملها. واخر حاجة، حاجات لا هي مهمة ولا هي مستعجلة، حاجات بتضيع الوقت من غير فايدة. ان انت تضيع وقتك بتتفرج على السوشيال ميديا من غير هدف، تقارن نفسك بالناس التانية، تضيع وقتك في حاجات مش بتضيف ليك. وليه احنا دايما بنأجل الحاجات اللي فعلا مهمة؟ لان العقل بيحب المكافأة السريعة. ان انت تتفرج على السوشيال ميديا اسهل من ان انت تحاول تتعلم مهارة جديدة او حاجة فعلا تنفعك، وان انت تكون قاعد مرتاح اسهل من ان انت تروح تلعب رياضة. لكن الشخص الفعال بيسأل: القرار ده والوقت اللي انا بقضيه ده يخدم البني ادم اللي انا عايزه اكونه ولا لا؟ زي مثلا اللي معاه شنطة او اناء حط فيها الاول الرملة، بعد كده الحجارة الصغيرة اتملت، لما جه يحط الحجارة الكبيرة ما لقالهاش مكان. لكن لو كان حط الحجارة الكبيرة الأول وبعد كده الحجارة الصغيرة أكيد كان هيلاقي مكان للرملة. والصخور الكبيرة هي الحاجات المهمة في حياتنا: أحلامك، صحتك، عيلتك، قيمك. لو مليت حياتك بالحاجات الصغيرة الأول مش هتلاقي مكان للحاجات المهمة فعلا. وإزاي نطبق العادة دي في حياتنا؟ نحدد الصخور الكبيرة اللي في حياتنا، الحاجات المهمة اللي في حياتنا. اسأل نفسك ايه الحاجات اللي انا لو ما عملتهاش دلوقتي ممكن تندم بعد سنين. وان انت تخطط اسبوعك قبل ما يبتدي على قد ما تقدر. ما تستناش ان يبقى في وقت فاضي تعمل فيه الحاجات المهمة، خلي ليها وقت معين. بدل ما تقول انا هتمرن لما الاقي وقت، قول مثلا التلات والخميس الساعة 7 ده ميعاد التمرين بتاعي. وان انت تتعلم تقول لا، عشان انت كل مرة بتقول فيها ماشي أو نعم لحاجة أنت بتقول لأ لحاجة تانية. عشان كده الشخص اللي مش عارف أولوياته هيعيش على حسب ترتيب أولويات الناس التانية. وليه مهم إن أنت ما تخليش الناس تحدد لك أولوياتك؟ لأن مش كل طلب مستعجل الناس بتطلبه منك أهم من حياتك أنت شخصيا. أكيد إن أنت تساعد الناس دي حاجة مهمة، لكن ما تضيعش حياتك بالكامل وأنت بتلبي توقعات وطلبات الناس التانية بشكل يخليك تبعد عن طريقك أنت شخصيا. وليه ترتيب الأولويات بيوصل للنجاح؟ عشان الناس الناجحة ما عندهاش وقت أكتر لكن عندهم وضوح أكتر، عارف بيعمل إيه وليه بيعمل كده وإيه الحاجة اللي لازم يرفضها. بعد سنين مش هتفتكر عدد الرسائل اللي انت بعتها ولا عدد الساعات اللي انت قضيتها على السوشيال ميديا، لكن هتفتكر انت اديت وقت للحاجات اللي كانت تستحق ولا لا. تسألش نفسك ازاي هلاقي وقت أكتر، دايما اسأل نفسك ايه الحاجة اللي فعلا تستحق وقتي ده. والسؤال المهم، ايه الحاجة اللي انت دايما بتأجلها رغم ان انت عارف ان هي قادرة ان هي تغير حياتك للأحسن. العادة الرابعة، مش كل مرة تكسب لازم حد تاني يخسر. ان احنا نقدر نفكر بمنطق المكسب للكل، ودي من اهم النقط اللي قالها الكتاب، عشان دي مشكلة كتير مننا بيعاني منها. تتكلم عن طريقة نظرتنا للحياة، للعلاقات والخلافات، حتى النجاح مش مجرد طريقة للتفاوض. في ناس بتتعامل مع الحياة بمنطق الفرص المحدودة، أنا لو كسبت يبقى أنت لازم تخسر. وده بيظهر في حاجات كتير. في الشغل عايزة أبقى أحسن من زميلي، في النقاش المهم أثبت إن أنا صح، في العلاقات
لازم الطرف التاني يعمل اللي أنا عايزه بالظبط. في المنافسة نجاح غيري معناه إن أنا فرصتي قلت. أحيانا حتى بين الصحاب لو حد نجح بدل ما أفرح له أحس إنه سبقني. لكن الكاتب بيقدم فكرة مختلفة، مش لازم يكون فيه خسران عشان يكون فيه حد فايز. يعني إيه مكسب مكسب؟ يعني لما تدخل علاقة أو اتفاق أو حتى خلاف ما يكونش سؤالك إزاي هكسب ولا إزاي أخلي الطرف التاني هو اللي يتنازل، لكن تسأل إزاي توصل لحل يكون عادل ومفيد للطرفين. مثلا أنت وزميلك في الشغل مختلفين عن طريقة تنفيذ مشروع. منطق المكسب الخسارة بيقول إن أنا أكسب وغيري يخسر بيقول أنا هثبت إن طريقتي أحسن. ومنطق الخسارة المكسب بيقول خلاص نمشي على طريقته حتى لو أنا مش مقتنع. لكن منطق المكسب بيقول خلينا نفهم وجهة نظر كل واحد ونشوف هل نقدر نطلع بحل يجمع أفضل ما في الطريقتين، إن إحنا الاتنين انتصرنا على المشكلة. ومنطق المكسب ده هل معناه إن أنا أتنازل؟ ودي نقطة مهمة جدا. منطق المكسب مش معناه إن أنت تكون طيب لدرجة إن الناس تستغلك، مش معناه عشان العلاقة تستمر أنا أتنازل عن حقي، ومش معناه عشان الطرف التاني يبقى مبسوط أنا أكون مش مبسوط. ده أقرب إلى إن أنا خسرت وإنت كسبت. لكن الكاتب بيفرق بين الاتنين. المطلوب إن أنت تحترم احتياجات الطرف التاني من غير ما تلغي احتياجاتك أنت في الأصل. يعني أنا مهم وإنت مهم، رأيي ليه قيمة ورأيك ليه قيمة، حقوقي مهمة وحقوقك مهم. وليه الكاتب بيعتبرها إن هي عقلية مش بس مهارة بنعرف نعملها؟ إحنا ممكن نتعلم تقنيات التفاوض، لكن لو من جواك شايف إن الدنيا معركة هتفضل تدور على طريقة تكسب بيها على حساب غيرك. لكن لو معتبر المكسب ده عقلية بتبدأ من فكرة أعمق، إن نجاح شخص تاني مش بالضرورة معناه إن أنا فشلت. وده مهم جدا، لان احنا احيانا بنتعامل مع الحياه كانها تورته، لو انت اخدت قطعه اكبر يبقى انا اخدت قطعه اصغر. لكن في الحياه مش كل حاجه بالشكل ده. ممكن زميلك ينجح وانت كمان تنجح، ممكن شخص في نفس مجالك يكبر وده يفتح لك انت كمان فرص، ممكن شخص قريب منك يتطور ونجاحه يشجعك بدل ما يهددك. ومنطق المكسب ده او عقليه المكسب بتظهر جدا في العلاقات. تخيل شخصين بينهم خلاف، الأول يقول أنا عايز اللي أنا شايفه بس ومش فارق معايا أنت عايز إيه، وده تفكير مكسب خسارة، أنا أكسب اللي قدامي يخسر. والتاني يقول خلاص اعمل اللي أنت عايزه المهم ما تزعلش، ودي عقلية خسارة مكسب، بمعنى إن أنا اتنازلت على اللي أنا عايزه عشان أنت ما تبقاش زعلان. لكن الشخص الناضج بيسأل إيه الحل اللي يخلينا إحنا الاتنين مرتاحين؟ وهنا في نقطة مهمة، مش لازم تقبل أي اتفاق لمجرد إن أنت تحافظ على العلاقة. أحيانا بيكون الحل الأمثل إن إحنا فعلا ما وصلناش لاتفاق، مش نهاية العالم، يعني نختلف باحترام بدل ما واحد فينا يجبر على حاجة هو مش عايزها. وده أفضل ما يكون في علاقة تبان إن هي ماشية ومكملة لكن واحد فيها حاسس دايما إن هو خسران. الفكرة مش إن أنت ترضي كل الناس، الشخص اللي بيحاول يرضي كل الناس بعد فترة بيبتدي يحس بالضغط والغضب لأنه دايما الطرف اللي بيتنازل. لكن عقلية المكسب بتقول أنا هحترمك لكن في الوقت نفسه هحترم نفسي، وده فرق كبير. والجزء الأهم في العادة دي إن إحنا نبطل نبص للطرف الآخر على إنه هو خصم، لأن أحيانا المشكلة مش في الشخص اللي قدامك، المشكلة إن أنت دخلت الموقف وأنت مقرر من قبله إن في حد هيكسب وحد هيخسر. ممكن يكون الطرف التاني ده شريك في حل المشكلة مش هو المشكلة نفسها. بدل ما أنا ضدك تبقى أنا وإنت ضد المشكلة وبندور على حل يرضيني ويرضيك. بنك المشاعر، ليه بعض العلاقات بتتحمل المشاكل والاختلافات وعلاقات تانية بتنهار من أصغر موقف؟ تخيل إن كل علاقة في حياتك فيها حساب بنكي أنت مش بتشوفه، مش بتحط فيه فلوس لكن بتحط فيه مشاعر وثقة. كل مرة تتعامل مع شخص باحترام، تسمعه، توفي بوعودك، تساعد، تقدر مشاعره، أنت كده كأنك عملت إيداع في رصيد العلاقة دي. وكل مرة تكذب عليه، تخذله، تقلل منه، تتجاهله أو تكسر وعدك أو تجرحه كأنك عملت سحب من الرصيد. الفكرة المهمة جدا هنا مش كل علاقة بتنهار بسبب مشكلة واحدة، أحيانا بتنهار لأن رصيدها كان فاضي من زمان. شخص قريب منك اتأخر عليك مرة، لو بينكم ثقة ورصيد كبير ممكن تقول أكيد عنده سبب وتعدي. لكن لو الشخص ده طول الوقت بيخذلك، مش بيسمعك، بيقلل منك،
بيوعدك ومش بيوفي. نفس التأخير البسيط ده ممكن يخليك تقول أنا خلاص تعبت. المشكلة هنا مش في التأخير وحده، المشكلة هنا إن الرصيد كان قليل أصلا. طب إيه اللي بيعمل إيداعات في بنك المشاعر؟ أبسط حاجات ممكن تكون أقوى إيداعات في بنك المشاعر. إنك تسمع الشخص مثلا، إنك توفي بوعودك. الوعد بالنسبة لك ممكن يكون جملة وتعدي، لكن بالنسبة للشخص التاني بيبقى دليل على إن هو يقدر يثق فيك. إن أنت تعترف بخطأك. جملة أنا غلطت وحقك عليا أحيانا بتعمل إيداع في بنك المشاعر أكبر من أي تبرير طويل. وإنك تحترم مشاعر اللي قدامك حتى لو مش متفق معاه. ممكن تقول أنا مش شايف الموضوع بنفس طريقتك، بس فاهم إن ده وجعك. انت هنا مش بتوافقه بالضرورة، لكن بتقوله مشاعرك مهمة عندي. أبسط الحاجات بتعمل أكبر إيداع. لو تفتكر حاجة مهمة لشخص، تسأل على حاجة كان قلقان منها وتحاول تطمن عليه، تقول كلمة تقدير من غير مناسبة. لأن العلاقات غالبا مش بتقوى بالمواقف الضخمة، بتقوى بالتفاصيل الصغيرة اللي بتتكرر واللي كلنا نقدر نعملها. والعكس صحيح، ممكن علاقة يكون فيها حب كبير، لكن مع الوقت تقول وعد وما توفيش بيه، يحصل تجاهل، كلمة جارحة، موقف خذلان. كل موقف لوحده ممكن يكون بسيط، لكن عمال تسحب من رصيدك في بنك المشاعر. عشان كده في ناس بتقول أنا مش عارف إيه اللي حصل، بس أنا ما بقتش زي الأول. اللي حصل إن الرصيد اتسحب منه كتير وإنت مش حاسس. وأهم رسالة في فكرة بنك المشاعر، مش معناه إن أنت تعمل حاجات حلوة عشان تجمع رصيد تستخدمه بعدين لما تغلط. يعني مش معنى أنا وقفت جنبك 10 مرات فمن حقي إن أنا أجرحك المرة دي. لا، العلاقات الصحية محتاجة إيداعات مستمر، والغلط بيكون فيها غير مقصود. والأهم إنك لو سحبت من الرصيد تحاول تصلح، لأن الاعتذار الحقيقي مش مجرد كلمة أنا آسف، لكن معناه أنا عرفت إيه اللي وجعك ومش هكرره تاني.